حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم الكيكه اللي كلنا بنحبها كده، ونحب ناكلها كده مع كوبايه الشاي الصبح. يا سلام عليها. بصوا كيكه قطنيه. بصوا عامله زي القطن بجد، لونها فاتح. تحفه، طريه هشه ناعمه. بجد يا جماعة خطيرة. شايفين لونها، شايفين قوامها، ولا ارتفاعها بقى؟ بصوا ارتفاعها عالية ومالية الصينية كده ونفشت وحلوة. كل التركات بقى اللي تخلي الكيك بتاعك ينجح ويبقى بالشكل ده. بصي متماسكة ازاي وانا بقطعها. تحفة يا جماعة. هقولك كل التركات والأسرار اللي هتخليكي تطلعي كيك ناجح بالشكل ده، بالجمال ده، بالطعامة دي. يا سلام كده عليها مع كوباية الشاي كده الصبح، ياه. تحفة تحفة تحفة. الجو بقى ابتدى يبرد ومحتاجين كده لحاجات كده ناكلها تدفينا. مفيش احلى من الكيك مع كوباية الشاي. يلا بقى نشوف المقادير والطريقة، بس نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عندي 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا يكون منخول كويس قوي. وعندي كمان كوبايتين من السكر، ويفضل ان هو يكون ابيض ناعم. وعندي كوبايه زيت على زبده او زيت او سمنه زي ما انت عايزه. وعندي كوبايه من الحليب، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر او باكو يعني من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الفانيليا الخام، او لو الفانيليا الباودر حطي 4 اكياس. وعندي كمان معلقة كبيرة من الخل، واربع بيضات. هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي. الموضوع ولا اسهل من كده. اول حاجة، تركة من التركات اللي تخليكي تطلعي كيكة ناجحة، لازم شفشق الخلاط بتاعك يكون ناشف مفهوش ولا نقطة مية. لو في اي مية هتبوظلك الكيك بتاعك وهتهبط منك. يبقى اول حاجة لازم يكون شفشقك مفهوش مية. هنزل بقى بالبيض والسكر والفانيليا، واضرب الكلام ده مع بعضه. التركة التانية بقى معايا وانا بضرب كده في الخليط، لازم اضرب في البيض لغاية ما ياخد لون فاتح. يعني البيض بصوا لونه، خلوا بالكم كده معايا، شايفين لونه دلوقتي اصفر ازاي؟ انا هفضل اضرب كده فيه لحد ما لونه يفتح معايا، يبيض شوية. كده يبقى دخله كمية هواء محترمة هتساعد على ان الكيك بتاعي يرفع. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي. انا بضرب فيه لغاية ما يوصل للون ده. بعد كده هفتح. شايفين الهواء، الفقاقيع دي اللي على الوش دي دليل كده ان انا دخلت هواء كويس قوي، فالكيكه بتاعتي هتطلع عاليه وحلوه. هحط بقى معلقه الخل، ودي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الكيك بتاعي يرفع، وكمان بتخليش فيه زفاره للبيض ابدا في الكيكه بتاعتي. وبنزل بكوبايه اللي انا حاطه زي ما قلت لكم زيت على زبده. عايزه تحطي زيت، عايزه تحطي زبده، عايزه تحطي سمنه، زي ما انت عايزه. وهنزل بكوباية الحليب، وكمان كوباية الحليب يفضل ان هي تكون دافية، يعني مش سخنة قوي ومش باردة ومش من العلبة على طول، لا تكون دافية، علشان تتفاعل كده مع البيكنج باودر ومع البيض ومع كده، وتديني نتيجة حلوة قوي. واضرب كل الكلام ده مع بعضه كويس قوي، واجهز بقى الخليط بتاعي. هحط الدقيق وفي بولة، وهنزل عليه. طبعا الدقيق يكون منخول عشان برضو ده بيدخله هوا يرفع معايا، وفي نفس الوقت عشان اضمن ان ميبقاش فيه اي تكتلات في الكيك. وهحط البيكنج باودر، وهحط ذرة من الملح، واقلب الكلام ده كويس مع بعضه كويس قوي، عشان البيكنج باودر كده يتوزع في الدقيق حلو، علشان ما يبقاش مكان فيه ومكان لأ، فالبيكنج باودر يتفاعل في كل الكيك بتاعي. ويفضل، انا بحب استخدم الكيك شيف يا جماعة، رهيب في الكيكة. هو اللي انا مستخدماه في الكيكة واداني القوام الحلو ده، بجد تحفة. بعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي من شفشق الخلاط على طول كده في البولة، وابدأ بقى اقلب بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده، ولغاية ما اخلي الدقيق كله يختفي معايا ويدخل كده في الخليط. افضل اقلب كده لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص، واضمن ان ما يبقاش فيه اي تكتلات، ويبقى الخليط معايا ناعم، قوامه يبقى ناعم كده معايا. كده هتأكد ان هو هيطلع كيك ناجح، وهيبقى يعني ما شاء الله عليه زي ما هو طالع معانا كده وشفتيه في اول الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
بصوا انا كده قلبت لحد ما ايه الدقيق كله اختلط مع البيض والحليب والزبدة، وخلاص كده كله بقى قوام واحد. هجيب بقى الصينية بتاعتي، انا هنا عندي صينية مقاس 28 وهدهنها كويس قوي. انا هنا دهناها بالسمنة، بس برضو زي ما انت عايزة تدهنيها كويس. اهم حاجة تبطنيها كويس قوي علشان الكيك بتاعك ما يلزقش، وعلشان لما تيجي تطلعيه كده تعرفي تطلعيه بكل سهولة. عايزة بقى تبطنيها كمان برشة من الدقيق كده وتوزعيها، مفيش مشكلة، بس انا ما بعملش الخطوة دي لاني بدهنها كويس فما بتلزقش معايا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا يا ريت تحطي لايك لو ما كنتيش حطيتي لايك فضلا، وليس امرا، علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين والفايدة تعم على الجميع. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده اهم حاجة بدهن الصينية كويس، وكمان الجناب كويس قوي قوي علشان الكيك بتاعي اتأكد انه مش هيلزق معايا خالص. كده تمام زي الفل. بس كده بقت الصينية جاهزة معايا ان انا اصب عليها بقى خليط الكيك بتاعي. هجيب بقى خليط الكيك وعايزاكم بقى تبصوا على القوام. شايفين القوام؟ لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف زي المية، زي ما انتوا شايفين كده قوام وسط، قوام ناعم. بصوا النعومة كده. انا ان شاء الله ضامنة ان الكيكة بتاعتي هتطلع ناجحة وهشة وزي الفل. اتبعي بس الخطوات كده معايا زي ما انا عاملاها واحدة واحدة، وهتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. انزل بقى بالخليط كله ما سيبش ولا حاجة كده في الصينية، وكده تمام. بصوا معايا بقى هنا على الصينية، شايفين في فقاقيع برضو كده على الوش، ده دليل ان انا لسه عندي هوا. صينيتي بقى ادخلها الفرن سخن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، وبتقعد حوالي 40 دقيقة. ما تفتحيش عليها قبل كده. تركة كمان مهمة قوي 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 قوي، بعد ما تتأكدي تختبريها كده بسكينة او بعود خشبي وتلاقي السكينة بتاعتك طلعت نظيفة كده هي استوت. ما تطلعيهاش بقى على طول مباشرة، لا، تطفي الفرن بتاعتك وتسيبيها جوه الفرن حوالي 5 دقايق كمان وبعدين تخرجيها، لانك لو خرجتيها مباشرة على درجة حرارة الغرفة هتهبط تاني. فكتير مننا بيغلط الغلطة دي، الكيك بيطلع تمام وعالي ومرتفع وكل حاجة، وأول ما بتستوي بنطلعها على طول، لا بتهبط على فكرة وبتكتم كده وما بتبقاش حلوة. فأهم حاجة نتبع الخطوات دي كويس قوي علشان الكيك معانا يطلع ناجح وزي الفل إن شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وان شاء الله تعملوها وتنجح معاكم وتطلع حلوة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم بالظبط. يعني بجد هي هشة وجميلة وتحفة، وبصوا يعني مش عارفة اقول ايه وايه ولا ايه في جمالها، خطيرة بجد يا جماعة، خطيرة. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، لان بجد رأيكم يهمني جدا جدا. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله اعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.